ده فتيس ام جي زد اس، صح يا هندسه؟ صح يا استاذ احمد. وفتيس ده بايظ. هو مش كله بايظ، جزء منه. جزء منه. ممكن تشرح لنا ايه اللي بيبوظ الفتيس دوت اللي عشان الناس ما تقعش في المشاكل؟ بص عامه الفتيس ده جالي مكسور، المشكله ان هو مكسور في القطعه دي، يعني ده مكسور في الحل. ده مكسور طبيعي لو يبوظ. بالظبط. فضه زيت. نسبيا الزد اس بتبوظ فتيس كتير؟ لا ولا مش كتير. قليله؟ صح، لا قليل جدا. قليل جدا، بيبقى اهمال كمان. وفتيس 4 سرعات، اعتيادي اعتمادي، ما مفيش فيهوش فيه اي مشاكل مشكله خالص. لا ما فيهوش اي مشاكل خالص. طيب بس هي في مشكله واحده، لو حد اتاخر على الزيت فتره طويله في الغيار هو بيبدا يبوظ بليه الكورونا. بليه الكورونا بتعمل رايش، بيسد طقم البلوف ده. بليه الكورونا ديت اللي هي انهي بليه الكوبلين الداخلي. الكوبلين الداخلي؟ يعني بليه اللي هي جوه الكوبلين الفتيس. الداخلي بتبوظ بسبب عدم تغيير الزيت؟ طبعا. طب بليه الكوبلين الداخلي في الزد اس بتبوظ بسرعه؟ لا مش زي الام جي 5. مش زي الفايف؟ مش زي الام جي 5 خالص. اقل. رغم بس الفتيس مختلف، هو نفس لا الموتور بس الفتيس مختلف. لا الفتيس ده حاجه وده حاجه. ده فتيس طيب. كهرباء 4 سرعات طبيعي. قول لنا ايه اللي احنا ممكن نتداركه غير موضوع تغيير زيت الفتيس؟ لا هو موضوع زيت الفتيس هيحل المشكله دي، مش هيخلي الفتيس يبوظ. طيب لو اتغير نوع زيت مش حلو او حاجه، ايه اول حاجه بتبوظ عندنا؟ البادي فالف ده البادي فالف ده تكلفته كام؟ بيعمل حوالي 12000 استراد. 12000 مش جديد، مفيش منه جديد. مفيش منه جديد. طيب لو البادي فالف باظ وما لحقش يغيره هيبوظ الفتيس نفسه؟ بيأثر على كنترول الفتيس. كنترول الفتيس. ساعات السولونايد بتاع البادي فالف دوت بيعمل قفله، بيطير الكنترول بتاع الفتيس. الكهرباء هو بيبقى المفروض واخد ارضي وكهرباء وبيدي اشاره. حلو. فهو كده الرواسب بتبقى سداه، مش واخد الوظيفه بتاعته، مش حر في الوظيفه. بيعمل قفله، بيطير الكنترول. الكنترول ده بكام؟ كنترول الفتيس بيعمل حوالي 6000 جنيه. طب الفتيس بقى ذات نفسه يعمل له في حدود كام؟ يعمل له في حدود 45000. 45000؟ فتيس كامل استراد. ده بتركيبه ولا من غير تركيبه؟ لا مش من غير تركيبه. التركيب 2000. تركيب 2000 ده غير زيت الفتيس؟ غير الزيت طبعا. يعني سكه 3 4 مثلا 3. يعني هو كده ممكن يقفله 50000 جنيه واكتر. واكتر كمان؟ ما بالمصنعيه والزيت ممكن 50000. 50000. ربنا يعين الناس والله. احنا يعني بنحاول ان احنا ما نعملش كده. يعني هي العربيه دي مشكلتها ان هي كانت في البادي فالف والحله. طب وهي الحله بتتكسر على طول؟ لا ده هي حادثه قضاء وقدر. لا مش طبيعي. لكن مش زي الفايف مثلا واطيه فبتكسر الكارتيره، مش اي حاجه؟ لا ما فيهاش الكلام ده. طيب الحمد لله، يعني الموضوع بسيط وملموم. بالظبط. الحمد لله. شكرا يا هندسه وجزاك الله خير. العفو.